الشطرنج لعبة الملوك، لعبة الأساطير، وقبل ما يبقى أي حد أسطورة في اللعبة فهو محتاج إن هو يحقق رقم قياسي وهو صغير، يكون عمل إنجاز زي الأسطورة ميخائيل تال، حقق لقب جراند ماستر وهو عنده 20 سنة بس، وكان أصغر لاعب يحقق جراند ماستر في التاريخ. جه بعد كده اللي كسر الرقم ده هو الأسطورة كاسباروف، وحقق اللقب جراند ماستر وهو عنده 17 سنة بس. بعد كده جه الأسطورة ماجنس كارسن وكسر الرقم ده وحقق اللقب وهو عنده 13 سنة و3 شهور. بعد كده جه بطل العالم جو كيش وحقق اللقب ده وهو عنده 12 سنة و7 شهور. بعد كده جه مشرا اللي حقق اللقب وهو عنده 12 سنة و4 شهور بس. ودلوقتي احنا نبدأ تحليل امتع مباراة اتلعبت في الجولة الخامسة من بطولة جراند سويس 2025. المباراة اللي اتلعبت ما بين اصغر اسطورتين في اللعبة. مشرا هو اللي بيلعب بالقطعة البيضاء بتصنيف 2611 اللي عنده 16 سنة بس، ضد جوكيش بطل العالم اللي بيلعب بالقطع السوداء بتصنيف 2767 اللي عنده 19 سنة بس. يقرر مشرا في الشكل ده انه يطلع بالبيدق في الاي 4، فيرد عليه جوكيش ويروح طالع ببيدق في الاي 5. مش هيروح طالع بالحصان بيهدد البيدق، جوكيش يطلع بالحصان يحمي البيدق. مش هينتشر بالفيل في سي 4 وبكده بيلعب ايطاليان. جوكيش يكمل ويروح منتشر بالفيل، مش هيروح مقدم البيدق بيحضر انه ينتشر بالفيل، فجوكيش يروح منتشر بالحصان. عنده افكار انه ممكن يبيت، مش هيستغل على طول ويروح منتشر بالفيل بتاعه في جي 5 بيعمل بن على الحصان. جوكيش يقدم البيدق بيهدد انه ياكل الفيل يروح الراجع في الاتش 4 ولا زال عامل بن على الحصان. جوكيش يكمل ويروح مقدم البيدق بتاعه في الاي 6، وبكده هنكون وصلنا لاخر نقله من الافتتاحيه في الشكل ده علشان يرد عليه مشرا ويقرر انه يبيت ويحمي الملك. جوكيش يرد عليه ويروح مقدم البيدق في الدي 6 بيحضر انه ينتشر بالفيل ممكن يعمل بن على الحصان. مشرا يقرر انه ما يقدمش البيدق ويمنع الفكره دي ويروح مقدم البيدق بتاعه في سي 3. جوكيش يكمل ويروح راجع بالفيل في الاي 7، عنده فيل اسطوري هاجم على الملك اللي موجود في جي 1. مش هيرد عليه ويروح طالع بالحصان في الدي 2. جوكيش يكمل ويروح مقدم البيدق وبيهجم على الفيل اللي موجود في الاتش 4 بيقول له هاته. الفيل يروح متحرك في جي 3. بعد كده جوكيش يقرر في الشكل ده انه يرجع بالحصان بتاعه في الاتش 7. النقله دي ليه هو بيقرر انه يرجع بالحصان في الاتش 7؟ علشان هو عاوز يقدم البدء بتاعه في الاتش 5. فهو لو الحصان ده مش موجود وقدمت البدء ساعتها هيقدر ياكل الحصان، فالوزير مش هيقدر ياكل البدء بسبب البلوك. فهو دلوقتي رجع بالحصان بيحمي البدء ده بقطعتين وبيحضر انه يهجم على الملك والفيل اللي موجود في جي 3. مشرا ما يهتمش بالتهديد ده ويروح مقدم البدء في الدي 4. جوكيش يمشي ورا الهجوم بتاعه ويروح مقدم البدء في الاتش 5. انا بحضر في الخطوات الجايه اللي انا اقدم بدء موجود في الاتش 4، ساعتها ههدد الفيل والفيل ده دلوقتي ما يقدرش يتحرك في اي مكان، فدلوقتي الفيل ده في جيبي. مشرا ما يهتمش ويقرر انه يلعب اول غلطه ليه ويروح واكل البدء اللي موجود في الاي 5. طبعا هنا انت تقول لي احنا عارفين ان النقله دي غلط علشان زقه البدء اللي موجود في الاتش 4. النقله دي بتخسر مشرا الجيم. لا، هي ما بتخسروش الجيم. النقله دي اتحسبت غلط بسبب ان مشرا ضيع الافضليه البسيطه جدا اللي كانت عنده، بس ما بتخسروش الجيم. لا زال الجيم لحد دلوقتي تعادل. حتى انت لو فكرت ان انت تقدم البدء بتاعك في الاتش 4 بتهدد ان انت تاكل الفيل، ساعتها انا هرد عليك واروح واكل البدء بالحصان. تقول لي ايه الهبل ده؟ طب انا هرد عليك واروح واكل الحصان بالبدء بهدد ان انا اكل الفيل. ساعتها انا هرد عليك واروح لاعب الوزير بتاعي في الاتش 5 بهدد ان انا اكسبك بتشيك ميت في نقله واحده بس. تعمل ايه؟ تحمي التشيك ميت عن طريق ان انت تلعب الوزير بتاعك في الاي 7. ساعتها هرد عليك واروح لاعب الفيل بتاعي في الاتش 4. هات الوزير. تعمل ايه في الشكل ده؟ انت هنا حتى ما تقدرش تلعب الحصان هنا وتهدد بسبب ان انا هاكل الوزير، فانت لازم تتحرك بالوزير بتاعك في الاف 8. ساعتها هرد عليك بكل هدوء واروح طالع بالحصان بتاعي في الاف 3. علشان انت لو اكلت بالبدء ده ساعتها انا هاكل بالبدء، ولو انت اكلت بالحصان انا هاكل الحصان بتشيك على الملك تغطي عن طريق الفيل اكل الفيل. وتخيل معايا ان احسن نقله ليك اللي انت ما تاكلش بالبدء، عشان لو اكلت بالبدء بتخسر بتشيك ميت. ساعتها ارد عليك تغطي تخسر بتشيك ميت عن طريق نقله
واحدة بس في الشكل ده، وهيكون فيه هجوم قاسي على اللاعب الاسود في الموقف ده. فعلشان كده جوكيش ما قدمش البدأ بتاعه في الاتش 4، ما قدمش علشان يهدد ان هو ياكل الفيل الموجود في الجي 3 او ان هو يكسب قطعة في الشكل ده، وقرر انه يقدم البدأ بتاعه في جي 4، يهدد ان هو ياكل الحصان اللي موجود في الاف 3 ويمنع اي افكار انتشار بالوزير في الاتش 5. دي الفكرة اللي عنده جوكيش. بس مشرا يرد عليه في الشكل ده ويقرر انه يلعب اول نقلاته البريليانت المجنونة من الافتتاحية، ويروح واكل البدأ الموجود في الدي 6 علشان بضحي بالحصان اللي موجود في الاف 3. فده حصان ببلاش تقدر تاكله. وجوكيش لعب افضل نقلة وقرر ان هو ياكل الحصان. رد عليه مشرا وراح اكل البدأ اللي موجود في سي 7، بهدد ان انا اكل وزير ما تقدرش تاكل بسبب حماية الفيل. فرد جوكيش وراح متحرك بالوزير بتاعه في الاي 7. رد مشرا وراح اكل البدأ عن طريق الحصان علشان انت دلوقتي ما تقدرش تقدم البدأ بتاعك في الاتش 4 علشان انا هاكل عن طريق الحصان. فرد جوكيش في الشكل ده ولعب نقلة انكيوريسي وقرر انه يلعب الفيل بتاعه في جي 4. نقلة ملهاش اي لازمة في الشكل ده. ليه؟ علشان مشرا يرد عليه ويروح مقدم البدأ في الاتش 3 هات الفيل، فالفيل يروح راجع تاني في الاي 6. تقول لي ايه هدف اصلا انتشار الفيل؟ طب ليه حتى ما اكلش الحصان اللي موجود في الاف 3؟ علشان ساعتها مشرا هيرد عليه ويروح واكل الفيل بالوزير، ودلوقتي انا بهدد بافكار تشيك ميت لو انت فكرت ان انت تتحرك بالوزير بتاعك في اي مكان. فعلشان كده جوكيش ما حبش ان الوزير ده ينتشر في الاف 3 ويفضل ضاغط على اللاعب الاسود في الموقف ده، وقرر انه يرجع بالفيل. رد عليه مشرا تلقائي وقرر انه يلعب الفيل بتاعه في الدي 6. هات الوزير اللي موجود في الاي 7، انت ما تقدرش تاكل بسبب حماية الوزير. فرد مشرا ورد جوكيش وراح متحرك بالوزير بتاعه في الدي 7، ودلوقتي الملك بتاعك بيأمر عيش في نص البورد. انت ما تقدرش تبيت، ما تقدرش تبيت، ما تقدرش تبيت بسبب الفيل، ما تقدرش تبيت بسبب البدأ الاسطوري السفاح اللي موجود في السي 7. جوكيش في الشكل ده بعد ما لعب الوزير بتاعه في الدي 7 رد عليه مشرا وراح اكل الفيل اللي في الاي 6. جوكيش يروح واكل بالوزير، مشرا يروح مقدم البدأ بتاعه في الاي 5 علشان انت ما تقدرش تاكل البدأ ده علشان انا دلوقتي حاميه بقطعتين. يرد جوكيش ويقرر انه يتحرك بالملك بتاعه في الدي 7 علشان افكار في المستقبل انه ممكن يتحرك بالروك بتاعه في اي مكان. يكمل مشرا ويلعب اول غلطة ليه في الجيم ويروح متحرك بالحصان بتاعه في الدي 4. النقلة دي غلط، بتضيع الافضلية الرهيبة اللي كانت عند مشرا. فكانت احسن نقلة اللي انت تلعب نقلة مش منطقية، نقلة انجن بحت، وتروح مقدم البدأ بتاعك في الاي 4. دي كانت هتبقى احسن نقلة. بس مشرا قرر انه يلعب الحصان بتاعه في الدي 4، بيهدد انه ياكل الوزير وطالب تريد عن طريق الحصان او عن طريق الفيل. جوكيش يرد بافضل نقلة ويروح واكل الحصان ده عن طريق الفيل. مشرا يروح واكل عن طريق البدأ. بعد كده جوكيش يروح لاعب الوزير بتاعه في الدي 5، ودلوقتي البدأ ده سقط، فانت ما تقدرش تحميه، انا بهدده عن طريق قطعتين. فرد عليه مشرا وراح اكل البدأ اللي ببلاش اللي موجود في الاتش 5. تقدر تاكل البدأ ببلاش. جوكيش ما ياكلش البدأ اللي ببلاش اللي موجود في الدي 4 ويقرر انه يلعب افضل نقلة في الشكل ده ويروح متحرك بالحصان بتاعه في الاف 6. دلوقتي انا بهدد الوزير مرتين وانت ما تقدرش تاكل بسبب التهديد وما تقدرش تاكل بسبب الحماية، فما عندكش غير حل واحد بس، وافضل نقلة هي نقلة وزير في الاف 5، وده اللي اتلعب في الجيم. اف 5 بدي تشيك على الملك، التاني غطى عن طريق الوزير، مش راح اكل الوزير، جوكيش راح اكل بالبدأ. بعد كده مش يقرر انه يقدم البدأ بتاعه في الاف 4. لحد دلوقتي مش عنده افضليه بسيطه جدا. اي نعم هو خسران قطعه في الشكل ده، فاللاعب الاسود معاه حصانين قصاد فيل موجود في الدي 6. بس بص هنا، انا معايا 3 بيادق سفاحين في الموقف ده اقدر ارقيهم لو اشتغلت عليهم. فيقرر جوكيش في الموقف ده انه يلعب الحصان بتاعه في الدي 5. مش هيروح مقدم البدأ في الاف 5، جوكيش يروح واكل بالبدأ، مش هيروح واكل بالروك. بعد كده جوكيش يروح واكل البدأ بيهدد انه ياكل الروك، الروك يروح متحرك بيدي تشيك على الملك، التاني يروح متحرك بيهدد انه هو ياكل الروك ده، وانت ما تقدرش تدي تشيك بسبب حماية الحصان. فمش تقرر انه يتحرك بالروك بتاعه في الاف 1 بيحمي الروك اللي موجود في الاف 7. جوكيش يلعب الروك في جي 8،
مش هيروح مقدم البدأ في جي 4. جوكيش يقرر انه يلعب الحصان بتاعه في البي 5، بيحاول انه يتخلص من الفيل والبدأ اللي موجود في سي 7 اللي عاملين مشاكل كبيرة جدا. فمشرا يمنع الفكرة دي ويروح لاعب الروك بتاعه في اتش 7. انت هنا تقول لي ازاي بيمنع؟ ازاي روك في الاتش 7 بيمنع الفكرة؟ طب ما انا اقدر اكل الفيل، انت تاكل بالبدأ، ساعتها انا هاكل البدأ ده بالملك، وانا بهدد ان انا اكل البدأ ده كمان في المستقبل. هقول لك انا هرد عليك واروح لاعب الروك في الاتش 6، تشيك على الملك، بتخلص من البدأ، تاكل البدأ، ارد عليك واروح طالع بالروك بتاعي في الاف 7. ما تقدرش تتحرك في اي مكان بسبب الروك ده، صح؟ فما عندكش غير حل واحد بس، اللي انت تيجي في اي مكان هنا. دلوقتي انت حبست الروك اللي موجود في الاي 8، وانا معايا بيادق وروكين في الجيم اسطوريين في الشكل ده، والملك بره الجيم والروك بره الجيم. جوكيش عارف ده، فهو ما اكلش الفيل اللي موجود في الدي 6 اول لما شاف نقلة الروك، وقرر انه يلعب الروك بتاعه في جي 6 علشان يمنع اي افكار تشيك. مشرا يرد عليه الغلط بغلط ويروح لاعب الروك بتاعه في الاف 7. ليه نقلة الروك دلوقتي نقل غلط من مشرا في الشكل ده؟ بسبب ان هو دلوقتي في النقلة ال 32 في وقته قليل جدا. الواد ده سفاح جدا، بس انت اديله شوية وقت. هو وقته كام؟ وقته 5 دقايق 14 ثانية. جوكيش وقته 4 دقايق 25 ثانية، معاهم وقت قليل جدا مع ان بيضاف لهم 30 ثانية لكل نقلة. بس هم في ضغط رهيب جدا، اند جيم صعب، وقته قليل، ولسه ناقص لهم 8 نقلات على النقلة ال 40، النقلة اللي هيتضاف للوقت بتاعهم فيه 50 دقيقة. فعلشان كده هم محتاجين ان هم يلعبوا بسرعة. فمشرا فكر في تكتيك بسيط جدا، فعلشان كده قرر انه يلعب الروك بتاعه في الاف 7. رد عليه جوكيش بافضل نقله الروك في السي 8، فرد مشرا وراح لعب الروك بتاعه في الدي 7. فانت دلوقتي كلاعب اسود ما تقدرش تاكل الفيل ده، علشان ساعتها انا هاكل بالحصان، بتشيك على الملك وهات الروك اللي موجود في جي 6. فده السبب ان كانت نقله الروك اللي موجود في جي 6 نقله غلط من جوكيش من 3 نقلات. تمام. مشرا بعد ما لعب الروك بتاعه في الدي 7، جوكيش طبعا ما اكلش الفيل وقرر انه يلعب الروك في الاتش 6. الفكره اللي انا بضحي بالروك بتاعي، فانت تقدر تاكل الروك ده، وساعتها انا اقدر اكل الروك اللي ببلاش اللي موجود في الدي 7. دي الافكار. بس مشرا ما اكلش وقرر انه يلعب بالروك بتاعه في جي 7. جوكيش يقول له شكرا، انا هاكل البدأ اللي موجود في الاتش 3 واتخلص من بدأ اسطوري كان هيرخم عليا في الجيم. مشرا يرد عليه ويروح مقدم البدأ بتاعه في الاي 4، بيهدد انه هياكل حصان. ودلوقتي ركز معايا على الوقت، جوكيش في وقته 44 ثانية، مشرا في وقته الدقيقة و19 ثانية. هما في النقلة ال 35 ومحتاجين 5 نقلات مصيرية علشان يوصلوا للنقلة ال 40 علشان ياخدوا ال 50 دقيقة. فجوكيش يرد ويروح لاعب الحصان بتاعه في الدي 4. مشرا يقعد يفكر ويقرر انه يلعب الفيل بتاعه في سي 5، بيهدد انه ياكل حصان. جوكيش في وقته 41 ثانية، محتاج انه يلعب بسرعة جدا. فيقرر جوكيش في الشكل ده انه يلعب اول بلندر اسطوري ليه في الجيم، ويروح متحرك بالحصان بتاعه في الاي 2. هنا احنا نقف شوية. ليه؟ علشان زي ما قلنا وزي ما وضحنا، هما دلوقتي في النقلة 36 ناقص 4 نقلات و4 نقلات علشان يوصلوا ان هما ياخدوا 50 دقيقة في وقتهم سيء جدا. مشرا في وقته دقيقة و7 ثواني. مشرا هو اللي بيكسب، بس يعني هو اصلا ما يعرفش اذا كان هو بيكسب ولا لا. بس هو محتاج في ضغط الوقت ده ان هو يكتشف في خلال الاربع نقلات الجايين في كل مرة افضل نقلة، والنقلة الوحيدة من مليون احتمال اللي ما تخسروش الجيم. مشرا في الشكل ده يقرر انه يكتشف افضل نقلة في الشكل ده ويتحرك بالملك بتاعه في الاف 1. طيب ليه ملك في الاف 1؟ ليه مثلا مش ملك في جي 2؟ ده احتمال من الاحتمالات، صح؟ ساعتها هيخسر الجيم. حصان يا شباب في الاف 4، تشيك على الملك محامي الروك، تتحرك بالملك بتاعك، ساعتها ارد عليك واروح لاعب الروك، بتشيك على الملك، تتحرك اكل البدأ. انت تقول لي خلاص شكرا انا هاكل الروك ده، ساعتها هاكل الروك اللي موجود في دي 7 وخلاص البدأ ده سقط في الشكل ده. وهنا جوكيش هو اللي بيكسب الجيم. فمشرا اكتشف افضل نقله وما طلعش بالملك بتاعه في الجي 2 ولعب ملك في الاف 1. رد عليه جوكيش وراح طلع بالحصان بتاعه في الاف 4.
جوكيش هنا يا شباب هو مش بطل العالم من فراغ، جوكيش صايع صايع جدا. فهو دلوقتي بيعمل تكتيك رهيب ضد الطفل الصغير اللي عنده 16 سنة، علشان هو عارف ان هو وقته صغير، وعارف ان اي غلطة منه في النقلات الجاية هيقدر يكسب الجيم. وده اللي بيلعب عليه جوكيش. مشرا يكتشف افضل نقلة في الشكل ده، النقلة الوحيدة اللي تخليه يكسب الجيم، ويتحرك بالفيل بتاعه في الدي 4. انت تقول لي ايه النقله دي يعني؟ ليه مثلا؟ ليه مش روك هنا مثلا؟ تمام، ليه مش اي حاجه؟ ليه مش بيدق؟ تمام، ليه مثلا ما اتحركش بالملك بتاعي؟ ليه نقله الفيل في الدي 4 هي احسن نقله؟ علشان انت لو لعبت اي حاجه زي بيدق في البي 3، ساعتها هرد عليك بتشيك بالروك. انت ما عندكش غير مكان واحد بس، ملك في الاف 2، فتتحرك بالملك في الاف 2. ارد عليك بحصان في الدي 3، تشيك على الملك وهات الفيل. تقول لي على فكره ثانيه واحده بس، مفيش اي مشاكل، انا هتحرك بالملك بتاعي في جي 1 في جي 2 مثلا، انا هدد اللي اكل روك، هاكل فيل. عشان انت لما تيجي تاكل، انا هاكل الروك اللي موجود في الدي 7 وكل سنه وانت طيب. فتخيل معايا ان مشرا في وقته 56 ثانيه محتاج انه يحسب افضل نقله، وهي نقله الفيل، وحسبها واكتشفها ولعبها. رد عليه جوكيش وراح مديله تشيك بالروك في الاف 3. مشرا راح متحرك بالملك بتاعه في الاي 1، لا زالت دي افضل نقله. فايه رايك مثلا ان انت تتحرك بالملك بتاعك في جي 1؟ ساعتها هرد عليك واروح لاعب الحصان بتاعي في الاي 2، تشيك على الملك وهات برضه الفيل اللي موجود في الدي 4. موقفك مأساوي في الشكل ده يا شباب. تمام تمام. فالمهم ده اداله تشيك، ده اتحرك بالملك بتاعه في الاي 1 افضل نقله. بعد كده جوكيش اداله تشيك، مشرا لعب افضل نقله ملك في دي 2. جوكيش راح اكل البدأ، مشرا راح اكل الحصان عن طريق الفيل. وفي الشكل ده هم اتضاف لهم ال50 دقيقة لوقتهم يا شباب. جوكيش راح اكل الملك عن طريق الفيل، والاتنين في الشكل ده قاموا من على البورد. كل واحد بقى راح ياكل له موزه، او ياكل له مثلا يشرب له مشروب، او يعمل اي حاجه علشان يرجع تاني. تمام. بعد كده هما الاتنين رجعوا قعدوا على البورد بعد حوالي 10 دقايق، وقرر مشرا انه يلعب الروك بتاعه في جي 5، النقله الوحيده اللي تخليه يكسب الجيم. بتشيك على الملك راح متحرك في الاي 6. ودلوقتي زي ما قلنا مشرا عنده الوقت كله، فهو قعد يفكر، وبعد كده راح اكل الحصان اللي موجود في الدي 5. هو هنا كسب القطع اللي كان ضحى بيها من الافتتاحيه من اول الجيم. احنا في النقله ال 43، هو في النقله ال 12 ضحى بالقطعه، لسه معوض القطعه دي ولسه واكلها دلوقتي. مش معاه بدأ سفاح هنا، مع بدأ سفاح موجود في سي 7، ومعاه روكين. وجوكيش معاه روك محبوس يا عيني موجود في سي 8، ملوش اي لازمه غير ان هو يمنع البيدق انه يترقى. جوكيش يلعب الروك بتاعه في البي 3، بيهدد انه ياكل بيدق. مش يرد عليه ويدي تشيك، جوكيش يروح متحرك، مش يديله تشيك، جوكيش يروح متحرك، بعد كده مش يديله تشيك بالروك التاني، جوكيش يروح متحرك، بعد كده مش يروح لاعب الروك بتاعه في دي 3. هنا مشرا كان بيحاول ان هو يكسب وقت كده 30 ثانيه في 30 ثانيه، فعلشان كده لعب النقلات دي. جوكيش اكل البيضة، رد عليه مشرا وراح متحرك بالملك بتاعه في السي 1، بيهدد انه ياكل الروك راح متحرك في الاتش 2. تقول لي هنا هو ليه مثلا ما اتحركش مثلا بروك في جي 2 في الشكل ده؟ علشان عادي هلعب الروك بتاعي في جي 7 واحمي البيضة. جوكيش المهم لعب الروك بتاعه في الاتش 2، مشرا راح مقدم البيضة، جوكيش راح متحرك بالملك، مشرا اداله تشيك وبيحمي البيضة، جوكيش راح متحرك بالملك، مشرا يديله تشيك، جوكيش يروح متحرك، مش هيروح لاعب الروك بتاعه في جي 2. بيقول له كل الروك اللي موجود هنا علشان اكل بالملك، وانا هنا اموري طيبه زي الفل واسطوريه. تمام تمام. المهم جوكيش ما ياكلش الروك، ويقرر انه يلعب الروك بتاعه في الاتش 1، بيدي تشيك على الملك يروح متحرك، مش جوكيش يروح متحرك بالملك بتاعه في الاف 5، بيحاول انه يكسب البيدق. مش يروح متحرك بالروك في الجي 7 يحمي البيدق. جوكيش يروح متحرك بالروك في الاتش 8، مش هيروح مديله تشيك، جوكيش يروح متحرك، مش هيروح مقدم، جوكيش يروح لاعب الروك بيحاول انه يكسب البيدق الموجود في الاي 4، مش هيتحرك بالروك بتاعه في الاف 7 علشان هو هنا خلاص ما لهاش اي لازمه. لو اكلت البيدق بيدق في الخطوه دي، وبعد كده الخطوات الجايه اللي انا ممكن اجي وهكذا. تمام. المهم ده اداله بيدق في البي 5، رد عليه واكل. بعد كده مش راح طلع بالبيدق في جي 7، جوكيش ادى تشيك، مش هتحرك بالملك، جوكيش ادى تشيك، مش راح متحرك بالملك بتاعه في البي 3، والجيم خلص مكسب
للواد الاسطوره اللي عنده 16 سنه بس في الشكل ده. ايه السبب؟ السبب اللي انت لو لعبت اي حاجه، يعني مثلا احنا مش عارفين انت ممكن تلعب ايه مثلا في الشكل ده، اللي انت تتحرك هنا علشان تضغط على البدأ، ساعتها رد عليك هنا هتعمل ايه؟ انا بحضر ان انا اقدم البدأ ده في جي 8. تعمل ايه في الشكل ده؟ ما تقدرش تعمل اي حاجه، يعني حتى لو اكلت البيضة اقدم ورقي الوزير وخلاص انا بكسبك. في الجيم ما عندكش اي تشيكات على الملك اللي موجود في البي 3. يعني بعد ما انت تدي تشيك هنا ساعتها تتحرك بالملك، هتدي تشيك تاني مفيش تشيك، هاكل بالبتاع تاكل اكل بالملك، وهنا انت بتخسر الجيم. الصراحة عيل أسطورة إن هو يعني ما اهتمش بقى بالأسامي، ما اهتمش إن جوكيش بطل عالم وأصغر لاعب يحقق بطولة العالم وكسب ماجنس كارسون وحاجات زي كده، لا ما اهتمش. داخل على المكسب، مش خايف. راجل مش خايف، داخل على المكسب وداخل يلعب، ودخل وضحى بقطعة في النقلة ال 12، في مقابل إن هو خلق بدأ أسطوري موجود في سي 7. ده اللي اتبنى عليه الجيم كله، مع انه طبعا حبس الملك اللي موجود في الاي 8. الملك ده دلوقتي ما كانش عارف يتحرك خالص، يعني ما كانش عارف يبيت يتحرك، ما فيش اي حاجه. فبس كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. اتمنى تكون عجبتكم واشوفكم في الحلقه الجايه. صح صح صح. باسم امين يا شباب اتعادل في جيم سريع جدا. تمام، ف يعني جيم ما كانش مهم، الحمد لله ان هو خلص الجيم بسرعه. خلصه ممكن في نص ساعه ولا اقل مش فاكر، بس خلصه بسرعه جدا جدا، فدي حاجه كويسه ليه. علشان هو بقى له 4 مباريات الصراحه، بيقعد وقت كتير جدا، الجيم بتاعه كان بيوصل لست 7 ساعات، والموضوع ده مرهق قوي قوي قوي. دلوقتي على الاقل خالص الجيم خلص في نص ساعه. هيروح اذا كان هينام، اذا كان هيحضر للمباراه بتاعت بكره، اذا كان هيجهز نفسه نفسيا من الخسارات اللي فاتت. بس كده هنكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. اتمنى تكون عجبتكم واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.